كابتن عصام. يعني انا يعني انا عايز يا اسماعيل، انا عايز اللقب الحقيقي اللي انت تقوله لي، ما تقوليش الاخ الاكبر والكلام ده. لا انا قلت الاب يا بابا يا بابا خلاص. كده يبقى نتكلم طبعا. ربنا يخليك. هاتي محمد طبعا. مبروك يا كابتن، ربنا يخليك. تستحقوا يعني، تستحقوا بمنتهى الامانه. انتوا كنا بنتكلم ان انتوا تعبتوا قوي السنه دي الاحسن. يعني الاداره اشتغلت بشكل كويس، الاداره الفنيه اشتغلت بشكل كويس، اللاعبين اشتغلوا كويس، الجمهور كمان ساعدكم بشكل كبير، فتستحقوا يا كابتن. مبروك، الف مبروك. ربنا يخليك يا ابو. لا وطبعا يعني انا ببارك اولا مجلس الاداره استشاره الاداره، حقهم لان هم تعبوا في بدايه الموسم في تحضير لفوز بدوري بعد غياب 11 سنه. ببارك لجمهور نادي الزمالك الكبير العريق اللي كان موجود ورانا دايما، رغم ان ما فيش حد يخش المدرجات، انما هم كان يعني قلوبهم معانا ودعمهم لينا. ده اهداء خاص طبعا للاشريف الشهيد اللي هم دفاع الجو عشان يشجعوا نادي الزمالك وكانوا ان هم يحصلوا على الدوري. فده بدي روحهم ولاسرهم البطوله دي كلنا ولن ننساهم في يوم من الايام، وكل الناس اللي فرحانه بينا. يعني احنا اشتغلنا من بدايه الموسم كويس الحمد لله كمنظومه واحده، وربنا يعني كلل الجهد ده ببطوله غاليه علينا جدا، يعني هي بعد غياب فتره كبيره. ويعني كان الطبيعي قبل كده ان بيبقى فيه بطوله دوري كاس افريقيا كاس سوبر، يعني بطوله نادي الزمالك كل سنه. لكن الفتره اللي فاتت يعني حرمنا من بطولات كبيره زي الدوري وبطوله افريقيا. الحمد لله ان جه في وقت كويس جدا. معانا جهاز فني واداري على اعلى مستوى، بدايه من عمال اوضه اللبس لغايه البروفيسور بتاعنا مستر فريرا. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. ودي مسؤوليه بقى كبيره في الفتره اللي جايه، لان عوده الدوري بعد فتره غياب، والسنه الجايه هتبقى الامور اصعب لان التدعيمات بالنسبه للنادي الاهلي بقت كبيره وبقيه الانديه. فاعتقد المسؤوليه طبعا الناس حاطانا تحت مسؤوليه وتحت ضغط، احنا ان شاء الله قدها. اللعيبه انا بشكرهم جدا جدا لانهم عملوا موسم متميز واكثر من كل الموجودين، حتى اللي ما اشتركوش الا فترات بسيطه. ان شاء الله مزيد في الفتره اللي جايه باذن الله لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ومجلس ادارته ورئيسه. اتفرجت على الماتش فين يا كابتن اسماعيل؟ في المعسكر طبعا. الحقيقه انا مش في المعسكر، انا كنت في الطريق لان انا اتاخرت في النادي بنهي بعض اجراءات اللعيبه اللي جم مع كابتن احمد انور المدير الاداري، فكنا في شغل بالنسبه لنا داخل النادي، فاتحركت من قدام النادي حوالي 8:15 كده. في الطريق جيت عند الاوتيل لقيت المستشار المرتضى بيكلمني بيقول لي مبروك. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي الماتش خلص. اول مكالمه كانت منه. الحقيقه ما كنتش فاتح الراديو كمان علي بره على الاوتيل سلامات. يعني اول مكالمه كانت بتبارك لك من المستشار مرتضى منصور. الو بقول لك اول مكالمه كانت ليك كانت من المستشار مرتضى منصور. طبعا قاعد طبعا كان مستني بيتفرج دقيقه بدقيقه. لسه كنت بقول للكابتن عصام كابتن محمد بطوله بالنسبه له غاليه جدا، يمكن لتعب مجلس الاداره الكبير جدا هذا الموسم في تدعيم الزمالك بالصفقات. فدي حقيقه، يعني هم اشتغلوا جامد من بدايه خلي بالك برضه خالد كابتن عصام طبعا ابويا العزيز عارف ان لما يتبدل 4 اجهزه او 5 اجهزه دي طبعا فيها صعوبه، بس هو اللي كان ثابت الحقيقه في المنظومه دي كلها اللعيبه والجهاز الفني جزء كبير منه، والاداري اللي كان بيخش في المنظومه بس تدريب فني. فده برضه ادى استقرار بعد شيء خالد. مفيش شك الفرقه ان هي لان عكس نواميس الطبيعه ان يتغير 4 اجهزه مختلفه يعني طبعا مفيش شك. اي حته تبقى صعبه. انا هقول لك ليه بقى يا تيجانا. انا هقول لك ليه. يعني بعد تغييرات المدربين وفضل كل حاجه زي ما هي. انا زمايلي هنا في استاد النيل محمد صلاح والعندليب، بعرف منهم اخبار نادي الزمالك، يعني كل ما بنتقابل وحاجه زي كده قالوا لي الروح اللي موجوده جوه الفرقه واللعيبه بينها وبين بعض، بيحبوا بعض قد ايه، الصغير والكبير واللي بيلعب واللي ما بيلعبش، اللي قاعد بره بيبقى عايز اللي جوه يجيد ويكسب.
فالروح دي طبعا انا قلت له ما يعملش الكلام ده الا اسماعيل يوسف، لانه انسان متصالح مع نفسه، هو ما بيكرهش حد ومحدش بيكرهه.